السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا الأعزاء مع فقرة ينبوع الواحة. وموضوع اليوم مهم جدا لنا جميعا، ألا وهو حسن الاستماع. فحسن الاستماع هو أن ننصت جيدا، أن ننصت جيدا عندما يتحدث الآخرون دون أن نقاطعهم، لأننا عندما نستمع إليهم بتركيز نفهم ما يقولونه ونحترم مشاعرهم. فمثلا في المدرسة يساعدنا الإنصات الجيد على التعلم من المدرس مباشرة وفهم الدروس. أما في البيت عندما نستمع لأهلنا نعرف نصائحهم ونطبقها لنصبح أفضل. حسن الاستماع يعبر عن أدبنا واحترامنا للآخرين. إذا قاطعنا الآخرين عند كلامهم قد يشعرون بالانزعاج، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون مستمعين جيدين، لأن ذلك من الآداب ومن احترام الآخرين. وعندما نستمع للآخرين يتعلمون أيضا أن يستمعوا لنا. فلنجعل يا أصدقاء حسن الاستماع عادة لنا حتى نبني علاقات جميلة مع الجميع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا. نرجو أن تكونوا قد استمعتم جيدا لنا، حتى نكون قد طبقنا هذه الدروس ونكون أحسننا الاستماع لما يقوله الآخرون. أصدقائنا الأعزاء، ننتظركم في مواضيع أخرى. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن الديانة السائدة في الشعب الإريتري تنقسم بين الإسلام والمسيحية؟ وعدد الإريتريين المسلمين أكثر من المسيحيين، سواء كان داخل إريتريا أم خارجها. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة مع حكايات جحا. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان بائع المخلل. ذات يوم من الأيام أخذ جحا يبيع مخللا، وقد اشترى أدوات المخلل مع حمار المخللات، فكان الحمار يعرف البيوت التي تشتري منه، وكلما نادى جحا مخلل مخلل كان الحمار ينهق بصوت عال في الأزقة المزدحمة، وبصوته كان يغطي على جحا. فغضب جحا لأنه لم يستطع سماع صوته في المنادات. وفي يوم من الأيام وصل جحا إلى محل مزدحم، أخذ ينادي بصوت عال ويقول مخلل مخلل، فسبقه الحمار إلى النهيق، فنزل من الحمار وحلق بعينيه ثم قال
انظر يا أيها الحمار، أأنت تبيع المخلل أم أنا؟ هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا يا صغاري الأعزاء. اليوم سنتعلم حرفاً جديداً، هو حرف الذال. في الفتحة نقول ذا، هيا مجدداً، ذا. وفي الضمة نقول ذو، رددوها، ذو. أما في الكسرة فنقول ذي، نعم مجدداً، ذي. حسناً، لننتقل إلى الأمثلة والكلمات. هل عرفتم هذا الشيء اللامع؟ نعم، أحسنتم، إنه ذهب. وما هذه الحشرة يا أصدقاء؟ هل عرفتموها؟ هذا صحيح، إنها ذبابة. ماذا عن هذا الحيوان؟ هو كذلك صحيح، إنه ذئب. والآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نقرأ معاً قصة جميلة؟ قصتنا ستكون عن حرف الذال. دخل ذكي الفصل فوجد بطاقات، كل بطاقة عليها صورة، صورة ذئب، صورة ذبابة، وصورة ذراع. بهذا أصدقاؤنا الأعزاء نكون وإياكم قد وصلنا لنهاية حرفنا لليوم، حتى نلتقيكم في حرف جديد. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا أصدقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الذال، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد، لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تذكرا لي اسم نبات بحرف الذال. تفضل يا محمد. ذرة. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تذكرا لي اسم جماد بحرف الذال. تفضل يا علي. ذخيرة. أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال التالي: أريد منكما تذكرا لي اسم حيوان يبدأ بحرف الذال. تفضل يا محمد. ذئب. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم ذكر يبدأ بحرف الذال. تفضل يا علي. ذاكر. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم أنثى يبدأ بحرف الذال. تفضل يا محمد. ذهب. أحسنت، إجابة صحيحة. وإلى هنا تنتهي فقرتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلقاكم في حرف جديد. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء، فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم، مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم في فقرة قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما أخذ إخوة يوسف قميصه وصبغوه بالدم، ففرح الإخوة وقالوا: الآن سوف يصدقنا أبونا. يقول الله تعالى:
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا هذا دم يوسف، وكان يعقوب شيخا كبيرا ونبيا وكان أعقل من أولاده. وكان يعقوب يعرف أن الذئب إذا أكل إنسانا جرحه وشق قميصه، وكان قميص يوسف سالما ولكن كان مصبوغا بالدم. فعرف يعقوب أنه دم كذب وأن قصة الذئب قصة موضوعة، فقال لأولاده بل هذه قصة أنتم وضعتموها فصبر جميل. وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديدا ولكنه صبر صبرا جميلا. فماذا سيكون مصير الإخوة بعد أن عرف أبوهم بهذه القصة الكاذبة؟ هذا ما ستعرفونه في الأسبوع القادم. كان معكم موسى كبيري وموفق ناصر، والسلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب، هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مع حكم هذا اليوم، وحكمتنا لهذا اليوم بعنوان الصبر مفتاح الفرج. والآن مع صديقنا عبد الوهاب برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برأيي إني لا أصبر للصلاة، مثلا يكون لسه ما أقدر، يكون باقي له ساعة أو ساعتين أصبر للصلاة. هذا هو رأيي. أحسنت يا عبد الوهاب. والآن ماذا عن رأيك يا محمد؟ رأيي أن الصبر هو مفتاح كل شيء، وكما سيدنا أيوب صلى الله عليه وسلم كان يصبر سنوات وهو كان مريض، بس إلى الحين كان قاعد يصبر. بعدين الله يعني جائزه بأموال وأولاد وكل شيء. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. كانت هذه حكمتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين لمشاهدة هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. نرجو منكم أن تبدوا لنا آرائكم عن هذه الحكمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. إنك على حق يا صالح، فهذه الأسوار عالية جدا.
مسلمو القسطنطينية أيها السلطان يعاملون معاملة مواطنين من درجة ثانية، ويتسلم المناصب الإيطاليون والمجريون. الكاثوليك ينشطون لمحو الأرثوذكسية من القسطنطينية، وعلى رغم اتحاد المذهبين في حقيقة الأمر لم يتم الوفاق بينهما، وقد احتج كثير من رجال الأرثوذكس على ذلك. وعندما كان البطريرك الأرثوذكسي في القسطنطينية قال: إنني أفضل أن أرى عمامة المسلمين على أن أرى قلنسوة الكاثوليك ومسوحهم. أيها السلطان، الأوروبيون يريدون استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها البيزنطيون. سنستفيد من مثيري الفتن وسنحتاج إليهم أيام الحصار. وداعا. في رعاية الله. ما رأيك؟ رائع يا مولاي، كلما تقدمنا في البناء ظهرت لنا معالمه، وسيكون البناء عظيما حين ننتهي منه. نعم، سيكون عظيما بإذن الله. هل اقتنعت يا خليل باشا أن بناء الحصن سينجز في 3 أشهر؟ لقد أكرمنا الله بالإنجاز السريع المتقن. أتعلم إني أرجو الله أن يجعل أهل القسطنطينية يشكون في سرعتنا في إنجاز الحصن. سيدي، إن شيخكم في الخارج ومعه رجل بيزنطي. قلت لكم لا تدعوا شيخي ينتظر. أمرك مولاي. تفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحباب، أقدم لكم باسكاليدس وهو عالم من بيزنطة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بشيخي وأستاذي. هذه الساعة هدية وهي من صنعي. اجلسا رجاء. كيف حالك وكيف أهل القسطنطينية؟ أما زالوا خائفين من بناء الحصن؟ ليس الناس الخائفين يا سيدي، بل قيصر قسطنطين وحاشيته. أما الناس فلم يعد لديهم ما يخافون عليه. لم يمر على أهل القسطنطينية ظالم مثل قسطنطين. الناس يعيشون في ضيق وشدة، قلقون دون أي أمان، وقسطنطين مشغول بزيادة أمواله. وقد بلغنا صيت عدالتكم ونحن معجبون جدا بها. إنه شعور الكثيرين من أهل القسطنطينية يا سيدي. إن عدالتنا تنطلق من عقيدتنا، وأؤكد لك أن أبواب دولة الإسلام مفتوحة دائما للفكر والعلم والباحثين عن الأمان والسلامة. مبارك أنت يا مولاي، فلتحفظك السماء. كم أسعدني حديثك. في الحقيقة أنا لا أنوي العودة إلى القسطنطينية. ألك خبرة في السباكة؟ فنحن في حاجة إلى صناعة المدافع. أنا لا أجيد السباكة يا مولاي، صديقي يجيدها، لكنه الآن في السجن. وهل يرضى بالعمل لصالحنا؟ أعتقد ذلك، لأنه يعارض ظلم قسطنطين. حسنا، سنأتي به بإذن الله. الآن مع فقرة التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. مرحبا بكم يا أصدقاء وفقرتكم المحببة التحدي مع صديقي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا صديقكم منجوس. هل أنتما جاهزان يا أصدقاء؟ أجل جاهزان.
نعم، وأنتم أيها المشاهدون الأعزاء اكتبوا لنا في التعليقات. جاهزون للتحدي؟ حسنا، هيا بنا إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: لك يا صديقي محمد، ما هو حق الصحابة؟ هل هو محبتهم والاقتداء بهم، أم كرههم، أم سبهم؟ ما رأيك؟ الجواب هو الأول. محبتهم والاقتداء بهم. هيا بنا إلى الإجابة فلنرى إذا كانت صحيحة. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. والآن إلى السؤال الثاني. السؤال يقول: لك يا علي، ما هو حق حكامنا؟ سبهم، السمع والطاعة لهم بالمعروف، أم الخروج عليهم؟ ما رأيك يا علي؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني، السمع والطاعة لهم بالمعروف. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلتها. ممتاز ممتاز. فلنذهب إذن إلى السؤال الثالث للصديق محمد. السؤال يقول: يا محمد، ما هو أعظم ركن بعد التوحيد؟ هل هي الزكاة، أم الصيام، أم هي الصلاة؟ ما رأيك؟ الجواب هو الصلاة. فلنذهب إلى الجواب. لقد اخترت الصلاة. هل هو جواب صحيح؟ أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. وماذا كان أفضل شيء؟ هو التوحيد، صحيح؟ نعم. أجل. الآن فلنذهب إلى السؤال الرابع لك يا علي. شكرا. استعد. جاهز. السؤال يقول: يا علي، ما هي فائدة الصلاة؟ هل هي رياضة بدنية، أم الصلاة تريح القلب وتدخل الجنة، أم هي علاج للجسم؟ الجواب هو الجواب الثاني. الجواب الثاني، والذي يقول الصلاة تريح القلب وتدخل الجنة. فلنرى ماذا جاوبتم أنتم يا أصدقاء. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. ممتاز. أجل، لقد فعلتها. اكتبوا لنا في التعليقات ماذا كتبتم. أحسنت يا علي. حسنا يا أصدقاء، لقد كان تعادلا ناجحا بينكما. ترى ننتظر الأسبوع القادم لنعرف من سيتفوق على الآخر بين محمد وعلي. اكتبوا لنا في التعليقات ماذا كتبتم في كل الاختيارات. نعم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. وداعا. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة في لغز اليوم. وإجابة اللغز الماضي كانت المشط، وإجاباتكم كانت صحيحة. أما لغز اليوم يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي يذهب ولا يعود؟ ننتظر إجاباتكم يا أصدقاء عبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي. نلتقي بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأننا عندما نستمع بتركيز نفهم ما يقولونه ونحترم مشاعرهم. فعرف يعقوب أن فصبر جميل. جميل.